قبل ما نبدأ خلينا عارفين إن الفيلم وثائقي بيحكي عن جهود علماء الآثار المصريين في إنهم يحققوا كل الاكتشافات بنفسهم من غير ما الأجانب يتدخلوا في الحضارة بتاعتنا. واللي هتشوفوه دلوقتي ده هو توثيق للكلام اللي قالوه أبطال الفيلم الوثائقي على لسانهم. وبنبدأ مع الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المعروف، واللي بيكلمنا عن مدينة سقارة اللي كان الفراعنة بيعتبروها مدينة الموتى. وبيقول إن من وجهة نظره فسقارة واحدة من أجمل البقاع الفرعونية في مصر كلها، ولسه لحد دلوقتي ما اكتشفناش حاجات كتير فيها، وخصوصا منطقة جسر المدير. وهو بيقول إن بنسبة كبيرة المنطقة دي فيها الهرم المفقود اللي دور عليه مئات علماء الآثار في العالم، وهو هرم حوني آخر ملوك الأسرة الثالثة. بعد كده بنشوف الدكتور زاهي وهو شغال في المكتب بتاعه، وبيقول لنا إن عالم الآثار لازم يكون دقيق، ولازم يبقى الموقع بتاعه مدروس علشان ما تحصلش أي مفاجآت. وبنشوف واحدة بتتدرب معاه في المكتب اسمها توري فيليسون، وهي بتقول لنا إنها طالبة دكتوراه في جامعة جونز هوبكنز، وهي بتشتغل مع الدكتور زاهي ومتحمسة إنها تعرف أكتر عن الحضارة الفرعونية، وخصوصا الأسرة الثالثة اللي عمرها حوالي 4500 سنة. وبيورينا الدكتور زاهي صورة لتمثال فرعوني، وبيعتقد إن ده الملك حوني، وبيقول إنه متأكد من وجود الهرم ده لأن كل ملوك الأسرة الثالثة اللي قبله ليهم أهرامات، وأكيد هو كمان ليه هرم. بعد كده بنروح لمكان موجود على بعد كيلومتر واحد بس من سقارة، وهو موقع اسمه البوباستيون، واللي بيكون مشرف على الموقع ده هو الدكتور مصطفى الوزيري، وبيكون رايح علشان يشرف على موقع الحفر بنفسه. وبيقول لنا إن الحفر تحت الأرض ده يعتبر بوابة للتاريخ، وأحسن إحساس بيحسه عالم الآثار هو إنه لما بيلمس أو بيكتشف اكتشاف جديد، لما بيكون عارف إن آخر إيد لمست الحاجة اللي هو اكتشفها دي كانت عايشة من آلاف السنين، علشان كده بيعتبر إن ده إنجاز. وبيعرفنا إن الصحراء ليها قوانينها الخاصة، وبتسمح للناس إنهم يحفروا فيها 9 شهور بس في السنة، لكن ال3 شهور الباقيين بيكون الموضوع صعب بسبب الظروف المناخية والعواصف الترابية اللي بتحصل. وبنشوف العمال وهما بينادوا على الدكتور مصطفى الوزيري وبيعرفوه إنهم اكتشفوا عتب موجود تحت مقبرة، فبيروح علشان يشوف بنفسه، وبيتأكدوا إن في مقبرة موجودة في المكان ده محدش اكتشفها قبل كده. فبيشيل العمال العتب ده بحذر شديد علشان ما يتكسرش، وبيبدأ أول واحد من فريق الدكتور مصطفى إنه ينزل المقبرة. وبيقول لنا إن القانون الأول لأي حد بينزل مقبرة جديدة هي إنه يقول بسم الله في أي حركة بيعملها، وده لأنه مش عارف إيه نوع الكائنات السامة اللي ممكن تكون مستنياه زي التعابين والعقارب، أو ممكن أي شق صغير يعمل انهيار في المقبرة كلها، علشان كده بيكونوا حذرين جدا في كل حركة بياخدوها. وفعلا بيلاقوا مدخل من الطين والطمي، وبيلاقوا وراه باب، وبيعرفوا إن ده باب مقبرة وأكيد فيه توابيت جوه، وده بيخلي العمال يحتفلوا إنهم اكتشفوا اكتشاف عظيم. ودكتور وزيري بينزل المقبرة بعد كده وبيشوف إن فيه تماثيل وآثار موجودة فيها، وبيقول إن في حاجات جواه بتقوله إنه هيلاقي شيء مميز في المقبرة دي، بس هو لسه مش عارف إيه هو. ومن الناحية التانية في منطقة جسر المدير بنشوف عالم الآثار الدكتور عصام شهاب، وهو بيقول لنا إنهم اكتشفوا مقبرة في منطقة جسر المدير، وكلموا الدكتور زاهي اللي جه هو وتوري علشان يبص بنفسه على الاكتشاف. والدكتور زاهي بيقول إن المكان اللي الفريق لقوه ده عبارة عن محجر، وفي احتمالية كبيرة إن يكون هرم حوني في مكان قريب من هنا، لأن وارد جدا يكون المحجر موجود في مكان قريب علشان يسهل تشكيل الحجارة اللي اتبنى بيها الهرم نفسه، والموضوع ما يبقاش صعب على العمال ويفضلوا رايحين بالحجارة مسافات طويلة. علشان كده الفريق كله بيبدأ يقسم الشغل على بعض، وكل واحد فيهم بيكون ليه مهمة معينة بيقوم بيها في موقع الحفر. وبنشوف بعد كده الدكتور مصطفى الوزيري وهو قاعد مع الدكتور زاهي حواس وبيهزر معاه، وبيقول لنا إن الدكتور زاهي مش بس بمثابة الأستاذ أو المعلم، ده يعتبر الأب الروحي ليه، وهو الشخص اللي اكتشف دكتور مصطفى من 33 سنة. علشان كده الدكتور زاهي يعتبر حاجة كبيرة جدا بالنسبة له. وبيكلمنا الدكتور زاهي عن نفسه إنه هو صغير كان بيكره علم الآثار، لكنه كان دايما بيسمع إن في عالم آثار أجنبي اكتشف حاجة مهمة في مصر، ولما دور لقى إن مفيش علماء آثار مصريين معروفين. وساعتها سأل نفسه سؤال، وهو ليه الأجانب ييجوا يعرفوا الحضارة بتاعتنا لما احنا ممكن بإيدينا نعرف حضارتنا بنفسنا؟
بعد كده بنشوف اتصال جاي للدكتور زاهي وهو في مكتبه وبيتحرك بسرعة على موقع الحفر اللي في جسر المدير، وهناك بيعرف إن الفريق اكتشف تماثيل أثرية في المقبرة. وتوري بتقول إن اكتشاف تمثال واحد سليم عمره أكتر من 4000 سنة دي أكيد حاجة كبيرة، لكن اللي حصل اليوم ده كانت حاجة أكبر بكتير، لأن الفريق اكتشف 9 تماثيل سليمة وحالتها كويسة، وده يعتبر إعجاز. والدكتور زاهي بيقول إن أي عالم آثار في الدنيا لازم يكون عنده رؤية وصبر، لأن من غيرهم مش هيكتشف حاجة. وأكبر دليل على كده هو هارود كارتر اللي قعد حوالي 4 سنين يحفر في الصحراء من غير ما يوصل لأي نتائج، ولو حد تاني مكانه كان زهق ومشي، لكن كارتر آمن بحلمه وفي الآخر قدر إنه يكتشف مقبرة توت عنخ آمون ويسجل اسمه في التاريخ. علشان كده الدكتور زاهي بيقول إنه مستعد يقضي سنين في المكان ده لحد ما يلاقي الهرم. وفي الوقت ده بنكون وصلنا للشهر الثالث من موسم الحفر، وبنشوف الدكتور مصطفى لما بينزل المقبرة بعد ما بيعرفوا الدكتور أشرف محي الدين إنهم لقوا تماثيل وعليها ذهب، لكن الذهب اللي عليها محتاج ترميم ومش ثابت مكانه، وفعلا بيرمموا التماثيل دي بكل حذر علشان ما يحصل لهاش حاجة. بعدها بيكمل مدير البعثة وبيقول لنا إنهم في أي مقبرة بيدخلوها بيدوروا أول حاجة عن النقوش والكتابات، لأنهم من خلالها بيقدروا يعرفوا أسرار وحاجات جديدة عن الحضارة الفرعونية. وبيعرفنا إن الفراعنة كانوا بيحطوا الحاجات بتاعتهم والأدوات الشخصية معاهم، لكن كانوا بيعملوا منها نسخ أصغر، وده طبعا لأنهم بيعتقدوا في البعث تاني بعد الموت، فعشان يلاقوا كل الحاجات بتاعتهم معاهم لما يرجعوا تاني. وبيكمل الدكتور عصام الكلام وبيقول إن الفراعنة لما كانوا بيموتوا كانوا بيبقوا حريصين كل الحرص إن المقبرة بتاعتهم تكون بعيدة عن اللصوص أو بعيدة عن عوامل الجو اللي ممكن تدمر جسمهم، لأن عندهم اعتقاد إن الجسد لو حصلت له حاجة فهيتعاقبوا إنهم مش هيرجعوا له تاني. وبنكون وصلنا في الوقت ده لنص موسم الحفر، وبنعرف إن عالم الآثار بيعرف المقبرة دي اتفتحت قبل كده أو اتسرقت ولا لأ من أول لحظة بيدخلها فيها، بمعنى إنه لو لقى المدخل بتاع المقبرة مسدود بالرمل بس يبقى اتفتح قبل كده والرمل والرياح هم اللي سدوها مع الوقت، أما لو كان المدخل من الطوب أو الطين يبقى محدش جه جنبها قبل كده. بعد كده بنشوف الدكتور زاهي وهو بيستعد علشان عرف إن الفريق اكتشف تابوت موجود في المقبرة اللي بيحفروا فيها في منطقة جسر المدير، ولما بيروح هناك بينزل بحرص وبيكون متشوق إنهم يفتحوا التابوت علشان يعرفوا مين الشخص اللي جواه، وساعتها بيتفاجئ لما بيفتحوه والموضوع بيكون محبط بالنسبة له، وده بسبب إن الجثة كانت متحللة ومش متحنطة كويس. فبيقول الدكتور زاهي إن ده أكيد مش ملك أو شخصية مهمة في العصر الفرعوني، لأنهم كانوا بيهتموا أكتر بالشخصيات المرموقة حتى في التحنيط بتاعها، علشان كده بيطلب منهم يسيبوه جوه التابوت بتاعه ويقفلوا عليه تاني. ومن الناحية التانية في موقع البوباستيون بنشوف الدكتور مصطفى والفريق بتاعه بعد ما خرجوا التماثيل والحاجات اللي لقوها بره المقبرة علشان تتاخد على المتحف، وبينزلوا مرة تانية علشان يدخلوا غرفة الدفن ويفتحوا تابوت من اللي لقوهم جوه ويعرفوا ايه اللي فيه، وبيحذرهم ان كلهم يكونوا لابسين الماسكات بتاعتهم علشان هم مش عارفين ايه اللي ممكن يكون مستنيهم. وفعلا لما بيفتحوا التابوت بيشموا ريحة صعبة جدا، والدكتور مصطفى بيحذر الفريق كله انهم يقربوا من التابوت لان ممكن يكون فيه بكتيريا قاتلة او جراثيم هي السبب في الريحة دي. وبعد شوية بيقرب هو بنفسه من الموميا وبيلاقي ان تحنيطها مش كويس ومش معمول بدقة كبيرة، وكمان الموضوع بيكون محبط اكتر لما ما بيلاقوش اي كتابات او نقوش على التابوت سواء من بره او من جوه او حتى اي تمثال صغير يعرفهم اي معلومات عن المقبرة كلها. بعد كده بيقول لنا الدكتور أشرف محي الدين انهم فتحوا ال3 توابيت الحجرية اللي لقوها في اليوم ده، وكلهم كانوا بنفس الطريقة ومفيش فيها اي حاجة مهمة، وما بقاش متبقي عندهم غير تابوت خشبي بس. ولما بيروحوا يفتحوه بيلاقوا حاجة بتبسطهم كلهم، وهي ان التابوت عليه نقوش من بره، وبيبدأوا يترجموها وبيعرفوا ان الشخص اللي جوه التابوت اسمه أحمس ابن سخت. وبيفتحوا التابوت بعدها بحذر وبيلاقوا معاه قطة من البرونز وميدالية أو تميمة بشكل طائر وراس إنسان ومصنوعة من الذهب.
وبيعرفوا إن ده أكيد كان شخصية مهمة. لكن اللي بيخليهم كلهم يفرحوا أكتر لما بيلاقوا حاجة ملفوفة ومحطوطة جنب الموميا، وبيفضلوا كلهم يخمنوا إيه الحاجة الملفوفة الاسطوانية دي لحد ما بيفهموا إنها أكيد بردية. والدكتور مصطفى بيطلب من الدكتور أشرف إنه يحط إيده عليها وبيتأكد إنها فعلا بردية. والموضوع وقتها بيكون مفرح ليهم كلهم، علشان البرديات لعلماء الآثار أهم من الذهب والتماثيل، لأن فيها أسرار وحاجات كتير. والدكتور مصطفى بيقول لهم إن كل عالم آثار جه مصر سمى البردية اللي اكتشفها على اسمه، وكلهم كانوا أجانب. لكن المرة دي احنا هنسميها بردية الوزيري على اسم الدكتور مصطفى الوزيري. وكلهم بيكونوا فرحانين، ولما بيخرج الدكتور مصطفى بيفضلوا كلهم يباركوله على الاكتشاف اللي هيتسجل باسمه، وبياخدوا البردية على المتحف في قسم ترميم البرديات، وبيتعاملوا معاها معاملة خاصة جدا، ولازم تتحط في كيس الأول وتدخل المعمل علشان الترطيب بتاعها وعلشان يحافظوا عليها. والموضوع هياخد حوالي 3 أسابيع. فبيقول الدكتور مصطفى إنه متشوق إن ال3 أسابيع دول يخلصوا بسرعة البرق علشان يعرف إيه اللي موجود في البردية دي، لأن أكيد فيها أسرار كتير جدا. بعد كده بنكون وصلنا للشهر الأخير من الحفر في منطقة جسر المدير، والعواصف الترابية بدأت تظهر، وبنشوف الدكتور زاهي وهو نازل على المقبرة بعد ما العمال اكتشفوا تابوت جديد، وبيلاقي نصوص مكتوبة على التابوت من بره، وبيعرف كل الفريق اللي معاه إنهم قدام تابوت لشخصية مهمة، لأنهم ما كانوش بيمجدوا أي حد ويكتبوا على التابوت بتاعه. وبيعرف كمان إن دي موميا لواحدة ست من قبل ما يفتح التابوت، ولما بيفتح بيتفاجئ إن الموميا لسه محتفظة بالذهب، والوان العقد اللي لابساه لسه زي ما هي. وبيقول لنا الموميا دي عمرها اكبر من الملك توت عنخ امون ب1000 سنه كامله. وبيقول لنا ان معظم المومياوات الجميله عمرها بيكون 3000 سنه، لكن دي عمرها 4000 سنه، وهو بيعتبر ان دي اجمل موميا قديمه اكتشفوها. بعد كده بنوصل للاسبوع الاخير من موسم الحفر، والموضوع بدأ يبقى صعب اكتر، والعواصف الترابيه في كل مكان. لكن بيجي واحد من العمال وبيعرف الدكتور زاهي إنهم اكتشفوا سور طوله 83 متر، ولسه بيكملوا حفر علشان يعرفوا طوله الحقيقي كام، وهم شاكين إن ده ممكن يكون قاعدة هرم حوني. فبيروح الدكتور زاهي بنفسه يبص عليهم، وبيقول إن 83 متر طول ولسه ما وصلوش للآخر، تبقى دي بداية مبشرة إنهم يكونوا واقفين دلوقتي قدام الهرم المفقود. وبيطلب من الرئيس عمار رئيس العمال إنه يجمع كل الرجالة اللي عنده ويكملوا حفر في اتجاه القاعدة علشان يعرفوا الآخر بتاعها فين. بعدها بيروح الدكتور زاهي يقعد مع الدكتور مصطفى وبيعرفوا بالاكتشاف ده، وإنهم ممكن يكونوا لقوا الهرم المفقود، بس مفيش حاجة هتبان دلوقتي إلا لما يخلصوا الحفر ويعرفوا إيه المبنى ده. وبيقول لنا إنه في خلال ال40 سنة اللي فاتت دي خرج مئات العلماء المصريين في مجال الآثار، وهم أكيد هيكملوا من بعده، وإن هو ده الورث الحقيقي اللي هو سايبه للدنيا. وبنروح بعد كده للمتحف المصري، وبيكون عدى ال3 أسابيع بتوع البردية، وقدر فريق الدكتور مصطفى إنه يفتحها ويعرف إيه اللي جواها. وبيعمل مؤتمر صحفي بتحضر فيه كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وبيعرفهم إن البردية دي جزء من كتاب الموتى، وطولها يعدي 9 متر، وإنها مصرية 100%، واللي اكتشفها مصريين، علشان كده سماها بردية الوزيري. والصحفيين والإعلاميين كلهم بيهنوه وبيباركوله على الإنجاز اللي هيتكتب باسمه في التاريخ. وفي آخر الفيلم بيقول لنا الدكتور زاهي إن هارولد كارتر احتاج 5 سنين علشان يكتشف مقبرة توت عنخ آمون، لكنه كمل بسبب إنه مصدق في حلمه. علشان كده أنا كمان قررت إن أصدق في حلمي وأفضل أدور على هرم حوني حتى لو الموضوع خد مني سنين. وبيعرفنا إنه متفائل بالسور اللي العمال اكتشفوه، وهيفضل مكمل وراه لحد ما يعرف إيه الاكتشاف ده، لأنه ممكن يكون مش هرم حوني ويكون هرم لفرعون جديد ما سمعناش عنه قبل كده، وساعتها هيكون برضو التاريخ اتكتب بإيد المصريين. وبنعرف إن لسه دكتور زاهي وفريقه بيحفروا لحد دلوقتي في البناء الضخم اللي لقوه ده، واللي طوله عدى 100 متر لحد دلوقتي، وده يعتبر أكبر بناء في سقارة. أما بردية الوزيري فهي أفضل نسخة اتوجدت من كتاب الموتى لحد دلوقتي، وطولها الحقيقي وصل ل15 متر، وفيها 113 فصل، وعرفت الناس حاجات كتير عن معتقدات القدماء المصريين. وبكده
بيكون خلص فيلم النهارده. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.